رموش الست، وقال اسمها رموش الست. ولما تيجي تعملي رموش الست تعمليها على اصولها ناعمه، بتدوب في البق، حاجه كده تحفه جدا. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا بنات نسموا الله ونصلي على رسولنا ونشوفوا مقادير وصفتنا النهارده. معايا كده يا بنات حله على النار. هنبداوا الاول بالشربات بتاعها، عشان الشربات بتاعها لازم يكون بارد. حطينا الحلة على النار، حطينا اول كوباية سكر، معاها تاني كوباية سكر، وعليها نص كوباية سكر كمان، يعني كوبايتين ونص سكر يا بنات، عليهم كوبايتين ونص مية. الشربات بتاعها بيبقى خفيف، ولازم يكون خفيف وبارد يا بنات. هنقول الشربات تاني، كوبايتين ونص سكر، عليهم كوبايتين ونص مية، بنفس معيار الكوباية يا بنات. عليها عصرة ليمونة، هندولها بس تقليبه كده ندوب السكر مع بعض. الابيض اللي في المعلقه دي معلقه سمنه بلدي يا بنات. هندي السكر تقليبه كويس جدا، وبعد كده نحط لها نطره فانيليا. وخلاص كده يا بنات الشربات جهز معايا، هسيبه بس كده يبرد. تعالوا بقى نخشوا على المقادير. معايا كوبايه الا ربع سمنه، عليها نص كوبايه سكر، عليها بيضه وبياض بيضه وصفار البيضه الناحيه التانية ويا بنات. معايا كوبايتين ونص دقيق، معايا معلقتين كبار كريميت يا بنات من بتاع البسبوسه، واتنين فانيليا وكيك شيف. مقاديرنا سهله وبسيطه، وجوز الهند كمان. تعالوا بقى نسموا الله كده ونشوف هنعمله ايه. نزلت كده بكوبايه الا ربع سمنه او كوبايه الا ربع زبده يا بنات على حسب رغبتكم. لازم تكون بحرارة الغرفة تمام. وهنحط بيضة وبياض بيضة، عليها نص كوباية سكر، عليها طبعا باكيتين فانيليا عشان ريحة الزفارة يا بنات. هندولها تقليب كويس جدا. عايزاكي بقى يا ست الكل، لو انت واقفه عند الجزء ده يا ريت تحطي لي لايك من ايديك الحلو. هنقلبه بقى تقليبه كمان يا بنات، وبعد كده هنحط لها 3 معالق جوز الهند. ويا ريت يا بنات يكون جوز الهند ناعم، لكن انا ما كانش عندي الا خشن وحطيت خشن، بس لو انتوا عندكم ناعم حطوا ناعم تمام، هيسهل عليكي في التشكيل كويس جدا. خلاص كده الخليط بقى متجانس مع بعضه كله يا بنات بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. عسل كده. تعالوا بقى نجيبوا يا جماعه الدقيق. الدقيق طبعا تكوني نخلاه، كوبايتين ونص دقيق، عليهم معلقتين كبار سميط البسبوسه، عليهم بقى يا بنات معلقه كيك شيف، ونص معلقه بيكنج باودر العادي اللي هو تاج الملوك تمام. انا بحب اعمل الميكس بين الاتنين، لان الكيك شيف بيبقى فيه محسن كيك، فده بيعلي معايا التست بتاع جوده الدقيق تمام. هنقلبه بقى الخليط ده كويس جدا مع بعضه يا بنات بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. حلوه قوي. اعجني بقى، بصي هي عجينتها زي عجينه البسكوت بالظبط، ما بتاخدش وقت، يا دوبك تخلطي العجينه ببعضها وخلاص، على كده هي جهزت، مش محتاجه عجن يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده. ماشي بالطريقه بتاعتي ان شاء الله، وباذن الرحمن هتعملي احلى رموش ست. خلاص يا بنات عجينه بتاعتي جهزت معايا بكل سهوله، ما خدتش وقت معايا، بس انا بحب بس ايه اعجنها شويه، هي مش بتتعجن يا بنات، بس انا بحب المها ببعضها كده. تعالوا بقى نجربوا كده حته مع بعض. بصوا يا بنات ما شاء الله العجينه زي الفل، مش بتشقق معايا، وفله فله فل، شفتم قمر كده. تعالوا بقى نشوفوا التشكيل بتاعها ازاي. التشكيل بتاعها يا بنات نجيبوا بقى حته كده نعملوها بالطول بالطريقه اللي شايفينها ديت. ايوه كده، هتعملي بس كده هتبططيها كده من النص، وتعملي بوزه كده وبوزه كده. حاولوا بس تظبطها، اصبروا بس يا بنات كده نظبطوها مع بعض. بصوا
ايوه كده، بططنا من النص. ادي رموش الست يا بنات، حاجه سهله وبسيطه. نعمل واحده مع بعض بقى كمان. بططوها من النص كده. اما هي لو شققت زي ما انتوا شايفين كده، انتوا بترجعوا تعملوها تاني، تكوروها تاني كده وتعملوها شويه، وبعد كده تبداوا تظبطوها، تبقى معاكي زي السكينه في الحلاوه. العجينه زي الفل ومش محتاجه اي شيء. خلاص كده زي الفل. يلا بقى يا ست الكل، لو انت شايفه قناتي جديده يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان تنوريني وتشرفيني. اما بقى لو انت بتتفرجي عليا ومشتركه معايا في القناه، والله العظيم عيب قوي ان انت ما تعمليش لايك، لان انا فعلا بتعب في القناه بتاعتي والله العظيم. يا ريت تحطي لي لايك من ايديك الحلوه، وتشجعي اختك كده بكلمتين حلوين في الكومنتات، وتصلي على رسولك الكريم. مش عايزه يا ستي كلمه حلوه، عايزاكي تصلي على رسولك الكريم. مفيش احلى من الكلام ده بقى. عايزاكي تصلي على رسولك الكريم، احلى كلام يتقال. بصوا يا بنات، تشكيلتها بسيطه جدا وهي مش بتحتاج وقت والله العظيم. انت فعلا لو انت عايزه حاجه حلوه سريعه كده وسهله وحبذا بقى يا بنات، لو الرموش الست دي اتعملت بسمنه بلدي، يا لهوتي، ما اقولكمش يا بنات، حاجه كده رهيبه. بصوا يا بنات، هي ممكن تتعمل بالسمنه او بالزبده، او ممكن تعملي ميكس بين الاتنين، بين الزبده والسمنه، بس اهم حاجه تحطي كوبايه الا ربع، معيارها مظبوط تمام. بعد ما شكلتها يا بنات همشي كده عليها، هنمشي بالشوكه كده فوقيها يا بنات بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ايوه كده، تشكيل بس بسيط كده تديها شكل يا بنات. عسل كده. يلا بقى يا ست الكل، لايك من ايديك الحلو. تعالوا بقى شوفوها يا بنات معايا بقى يا بنات. ده صفار البيضة، هنحطه عليه شوية فانيليا ونقلبوه كويس كده، ونبدأ ندهن وشها من فوق. عشان تعرفوا صفار البيضة انا كنت عيناه على جنب عشان في غرض انا عايزة اعمله. خلاص كده دهنا وشها بقى يا بنات. تكوني مولعه فرنك على 180، هتتحط في الرف الاوسط. بالظبط يا بنات، ما بتاخدش نص ساعه وتكون طالعه، يعني على السريع، ما بتاخدش وقت خالص. اهم حاجه في المتابعه يا بنات، وتقلبوها، تديروها يمين وشمال، يعني قصدي تديروا الصينيه. خلاص كده ما شاء الله تبارك الرحمن. ده يا بنات كده هندخلوها الفرن. تعالوا بقى بعد ما دخلناها الفرن شوفوا بقى العظمه. بصوا انا مولعه الفرن ده، مظبطاه على درجه الحراره يا بنات تمام. انت لو عندك فرن عادي هتعمليها على 180، هتحطها رف اوسط نص ساعه وتكون طالعه معاكي. احمرت معايا اهيت مع المتابعه يا بنات، كنت بديرها يمين وشمال. تعالوا بقى شوفوا العظمه. رك ما تطلع من الفرن وهي سخنه ملهلبه يا بنات، بتروحي زقياها بالشربات الخفيف البارد يا بنات اللي احنا عاملينه مع بعض كده. هي سخنه والشربات بارد، او العكس، هي بارده والشربات سخن. هتشرب معاكي الكميه كلها، شربيها على قد ما تقدري. تعالوا بقى نقدموها في الطبق بتاعنا يا بنات. هي عملت معايا فعلا كميه محترمه. لو عايزه بقى تعملي الكميه مضاعفه، ضعف المقادير مع بعض وخلاص مفيش مشكله. عايزاكي بقى يا ست الكل تصلي على رسولك الكريم كده، وتحطي لايك من ايديك الحلو. اما بقى لو انت لسه مش شايفه قناه مسك جديده، تنوريني وتشرفيني باشتراكك للقناه. ولما تعملي اشتراك للقناه يا ريت تفعلي زر الجرس. ليه بقى؟ عشان لما اعمل فيديوهات ان شاء الله تجيلك على طول. كلنا بنتعلموا من بعض، كلنا شطار وبنعرف نطبخ كويس جدا، بس كل واحده عندها معلومه للتانيه توصلها يا بنات. وده هدفي من القناه، ان كل البنات شطار، كل البنات شطار. بس يعني ممكن يكون في معلومه عندي احب اوصلها لكم انت ما انتش واخده بالك منها، او انت يكون عندك معلومه ممكن تقولها لي في الكومنتات انا مش واخده بالي منها. نفيدوا بعض، نستفيدوا ونفيدوا بعض يا بنات. فيدوا ونستفيدوا، مفيش اي مشكله. الدنيا هتفضلي تتعلمي لحد ما تقابلي وجه كريم، دي معروفه يا بنات. خلاص كده جهزناها، لونها تحفه جدا،
مستويه سوا على عينك يا تاجر كده زي ما انتوا شايفين. وفي فرن البلدي يا بنات، يعني اللي عندها الفرن البلدي ما عندهاش حاجه، هتسويه فيها بكل سهوله. الفرن ده ما شاء الله تبارك الرحمن انا بعمل فيه كل حاجه، الكيكات والبسبوسه ورموش الست، البوتفور قريبه، الكحك، كل حاجه يا بنات. بصوا بقى يا بنات، شوفوها دايبه دوب ازاي، والله العظيم حاجه كده عظمه. تعالوا بقى قربوا كده وشوفوا العظمه دي من قريب. بصوا يا بنات، دايبه دايبه والله ما هي مستحمله في ايديا يا بنات. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا بقى اللي عجبه الفيديو ده يا ريت يحط لي لايك من ايديه الحلوه، ويكتب لي كده تصلوا على رسولنا الكريم في الكومنتات. ويلا بقى اسيبكم في رعايه الله، سلام.